تقريبا ما فيه كتاب يتكلم عن نظريات علم الاتصال وتاريخ علم الاتصال إلا يعرج بالضرورة على نظرية لفيلسوف كندي اسمه مارشال ماكلوهان. مارشال ينطلق من مسألة مهمة، من حتمية لغوية، يقول أنه الشكل هو المضمون. القالب اللي انتم تشوفونه في الوسيط في الإعلام هو في الحقيقة من يوجه المستمع. كل وسيلة إعلامية تحدد محددات معينة تجعل المتلقي يتوجه فكرة نحو أشياء معينة، تجعل الملقي يحاول أن يعيد صياغة أفكاره لتتسم مع هذا القالب. الرجل مات تقريبا من 45 سنة. يعني الحين احنا نشوف الشخص اللي يدخل في تويتر دائما يكون منفعل، دائما يكون سلبي، دائما يكون ناقد. أي فكرة تمر أمامه، فكرة كتابية، يحاول أن ينظر لأبعادها، يحاول أن يجد الثغرات فيها. تجد المجتمع متشابك، الحرب حرب فكرية، حرب أفكار. وفعلا هذا كلام تكلم عنه مارشال قبل أكثر من 50 سنة. العكس تماما، تروح حقين تيك توك تلقى أيضا التفكير عندك يختلف. تبدأ تبحث عن أشياء معينة ترفيهية، أشياء معينة ممكن تليق ممكن ما تليق، بس أنت جاي للبرنامج ذا وبذهنك أن هذه الأمور ستظهر لك، وبنفس الوقت أنت تكون متقبلها. بل أنت إذا كنت تبي تتكلم في هذا البرنامج لحظة من اللحظات أو فترة من الفترات، ثم تحاول أن تكون نفس أهل هذا البرنامج، تشوفهم كبار السن صغار السن، الجميع يتسم بقالب معين يحاول أن يقدم لك ثواني معينة، يحاول أن يشد ويلفت انتباهك حتى تبقى في المقطع ولا تزيله. شوف نفس الموضوع تلقاه عند حقين الانستغرام، تيك توك. كل أهل وسيلة إعلامية معينة تجد لهم قالب معين، اسلوب معين، أفكار معينة تظهر هنا ولا تظهر هناك. وش السبب؟ مارشال يقول لك أنا عندي السبب. يقول ماكلوهان البشرية أول ما تواصلت في اللغة، وكانت اللغة هي أساس الحضارة. يعني البشرية ادخلت بأساس الحضارة، ثم تواصلوا عبر أمرين. الأمر الأول اللي تواصلوا خلاله وهو ما جعلهم إنسانيين أكثر، ألا وهو الصوت. يقول الصوت يبحث في عاطفة الإنسان أكثر، يتعرف الإنسان من خلاله على أخيه الإنسان بشكل أكبر، وبالتالي تختفي كثير من ملامح النقد، يتصل الإنسان بالآخر بشكل أكبر. فأول ما طلعت البشرية كان تواصلها في الصوت، ثم انتقلت لمسألة العقل والتواصل الفكري لما اخترعت الكتابة قديما وحديثا عبر المطبعة. الكتابة أقل إنسانية، أكثر تحديدا في مسألة الحروف، وبالتالي الأفكار تكون فيها محددة، وبالتالي دخولها إلى العقل دخول عنيف. فشي يسوي العقل هنا؟ يبدأ يقاوم، فتبدأ مسألة النقد، فتبدأ المباحثة العقلية، ويبدأ العراك الثقافي، الأفكار الكبرى، الأفكار الصغرى تبدأ تتصارع. شوف هذا الكلام موجود وين؟ في تويتر. روح للعكس، شوف التواصل الصوتي اللي بالذات يكون طويل وهادئ، وين يكون عند ربع البودكاست. لذلك في دراسات اللي تتكلم عن السوشيال ميديا تقول إنه أهدأ برنامج وأكثر برنامج أمان صحي نفسي للإنسان في اليوتيوب، للإنسان يستمع فيه بشكل كبير وينظر فيه أو يكون هنا رتمه هادئ بشكل كبير، ويكون متلقي دائما، وبالتالي حاسة النقد تكون أقل فيه. وهذا الأمر يكون بشكل أكبر ومبالغ فيه في برامج البودكاست.
نرجع لمكلوهان. مكلوهان قسم وسائل الاتصال إلى قسمين: وسائل باردة ووسائل ساخنة. الوسائل الباردة اللي يكون فيها المتلقي يشعر بأنه يتعايش معها بشكل أكبر، يحاول أن يقاومها بشكل أكبر، يحاول أن ينظر لأبعادها، وبالتالي هي تتطلب منه جهد مبالغ فيه. وهذه الوسائل الباردة موجودة في الكتاب وفي التلفزيون، هذا على أيامه. الحين وين موجودة؟ أعتقد الإجابة تعرفونها. والثاني عنده يقول الوسائل الساخنة. الوسائل الساخنة يقول هذه محددة ومنجزة نهائيا، وبالتالي الإنسان لما يجي يستقبلها ما يشعر بنوع كبير من النقد ويحاول استقبالها استقبال يعني متوجس، لا، يستقبلها استقبال دافئ جدا وحميمي جدا. وذكر أمثلة ذيك الأيام على وقته اللي هو الإذاعة والسينما. طيب الآن وين؟ الآن تلقاها في البودكاست وأيضا في التيك توك. طيب إذا احنا نبي نسلم المكلوهان كلامه مع أنه في نقد كبير له، بنسأل سؤالين. السؤال الأول: ليش البودكاست انتشر بشكل كبير مع أن احنا الآن في عصر السرعة؟ والأمر الثاني أو السؤال الثاني: ما هي السمات الأساسية للبودكاست؟ هو صعود البودكاست كان صعود مفاجئ جدا. بل الجهاز اللي على أساسه سمي البودكاست أعتقد أنه ألغي أو انتهى يعني تقريبا، اللي هو الآيبود. يعني هي صار لها تقريبا 20 سنة، ومع ذلك خلال 5 سنوات الماضية ارتفع الاستماع بشكل كبير جدا، مو بس هنا، في كل مكان في العالم، بل وصل الموضوع إلى أكثر من مليارات العوائد للبودكاست. مع أن البودكاست يكون ساعاته كثيرة أو وقته كبير جدا، عكس وقت كثير من الحلقات التلفزيون أو غيرها من المواقع. هو ممكن نعطي أسباب واجد كثير، بس من الأسباب الأساسية في الموضوع هذا هو وفرة الوقت. الإنسان الحالي هو يعيش في عصر اقتصاد خدمي. الاقتصاد الخدمي هو يعني أن الآلة تكفلت بمسألة الصناعات بشكل كبير، تكفلت بمسألة الزراعة بشكل كبير. أصبح الإنسان يخدم، وهذه الخدمة تعني أن هناك ساعات أقل من المجهود. بل حتى التعليم والصحة حاليا بدأت في التناقص، يعني في ذكاء اصطناعي قادم بشكل كبير. فالإنسان هنا يشعر بأن ثمة وقت طويل جدا في يومه. هذا الوقت الطويل جدا يذهب للرياضة، يذهب لجلسات مع الأصدقاء، ويذهب للوحدة في كثير من الأحيان. صحيح أن سمة العصر سمة سرعة، وهذا الأمر ملبى مثل ما قلنا بمواقع أخرى، لكن أيضا يحتاج الإنسان لجلسات طويلة مع أشخاص يشعر بأنهم يعني ممكن أن يضيفوا إليه. قديما كان الوقت ممكن أن يشغل في مسألة العلاقات العاطفية. الإنسان الحديث ليس إنسانا عاطفيا بشكل كبير، لأنه الجنس متوفر ودواعيه متوفرة، وبالتالي العاطفة تكون أقل. ولكن الإشكال كبير يكمن بالنسبة للإنسان المعاصر في المعنى. فالبودكاست قائم أصلا على مسألة المعنى. ممكن يشغل الإنسان نفسه قديما بالأفلام اللي تحتاج إلى لفت انتباه وتركيز كامل، وهذا ما لا يملكه أو لا نملكه بشكل كبير. وأيضا الأمر آخر اللي الموسيقى اللي هي قائمة على موضوع واحد، على موضوع الحب. ومثل ما قلنا الحب ليس شيئا كبيرا في عصرنا. طيب هل هذا يعني أنه في مستقبل كبير للبودكاست؟ ما ندري. يمكن الإنسان يخترع أشياء مختلفة تماما، فممكن تصعد وتنزل، تيجي موجات أخرى وموجات أخرى وموجات أخرى. حاليا في دخول كبير للشركات المعلنين، لأن المتابعين أو المستمعين معروف عددهم، وكذلك معروف الجهة اللي ينتبه أو الجمهور المستهدف.
ممكن ينتشي هذا المجال وممكن لا. طيب نجي السؤال الثاني، وش سمات البودكاست اللي احنا هنا لازم نركز فيها؟ لأن مثل ما قلنا الوسيط أو الوسيلة موجهة، فأنا إذا ما أبغى أكون موجه، وش اللي لازم أعرفه عن هذه السمات حتى أني أركز فيها وما تبتلعني؟ أهم سمة هي إغراء الهدوء. البودكاست هادئ جدا، المتكلم دائما رتمه يكون بطيء، وأيضا يعطي كثير من تجاربه، كثير من الأمور الإنسانية التي تمر فيه، يخبرك بشكل يعني رومانسي عن ذاته بشكل كبير، فأنت تبدأ تتعاطف معه لا إراديا، تبدأ تستمع إلى نقده بشيء من القبول من حيث لا تعلم. يعني أنا أذكر سمعت بودكاست الواحد اسمه علي أكبر صالحي، هذا يعني يعتبر من عرابي البرنامج النووي الإيراني، ووزير خارجية سابق، ووزير خارجية في أكبر فترة تفرعنت فيها إيران. المشكلة أن هذا الرجل أنا أعرف وهو الجميع يعرف أنه تسبب بشكل مباشر وغير مباشر بقتل آلاف بل مئات الآلاف من المسلمين السنة. مع ذلك لما استمعت له على مدار 3 ساعات تقريبا، يعني شعرت بشيء من التعاطف معه، بشيء من الإعجاب بسيرته. ليش؟ لأنه يتكلم بنبرة متواضعة، بذكاء حاد، بأسلوب هادئ، وإن كانت اللغة العربية تفوته. هنا هذا مشكلة كبيرة. قس على ذلك كثير من الأفكار اللي تمرر في هذه الوسائل. من السمات الأساسية أيضا عدم التنظيم المعرفي. الإنسان لما يستمع البودكاست يأخذ فكرة من هنا وفكرة من هناك وفكرة من هناك، فما يتكون لديه علم، تكون لديه مجموعة من المعلومات. هذه المعلومات معلومات يعني غير مبعثرة، والمعلومات المبعثرة لا تعني أبدا معرفة، لا تعني أبدا علم، وبالذات أنه المسألة وسيلة إطرائية استطرادية. الاستطراد في الكتابة تستطيع مقاومته، لكن في الاستماع لا تستطيع مقاومته، فتغيب كثير من المعلومات، تغيب كثير من الأفكار، بل أحيانا تجد نفسك أنك اقتنعت بلا حجة. في وسائل الإعلام التقليدية أنت تعرف أجندة كل مؤسسة من المؤسسات، فأنت عارف أن المذيع بيحميك هنا لأنه سيسائل الضيف كثير من الأسئلة التي تحمي أجندته، فأنت تكون يعني مرتاح من هذا الاتجاه. لكن الإشكال الكبير جدا في مسألة البودكاست أن غالبا يكون المذيع سلبي، وأيضا المذيع مرن جدا، نعم إيه كذا من الأشياء هذه. طيب بعدين أن تكون تحت يعني رحمة الملقي، وهذا الملقي يمرر أجندته، وغالبا أنت ما تعرفها، لأن مستواك القراءة يكون أقل، لأنك ما قرأت له بشكل أكبر، لأنك ما تعرف تاريخه. والأمر الأخير فخ الوقت. أنت ممكن تستمع لشخص يعني يمكن يكون عالم، بس ترى 90% من الاستماع في 3 ساعات ولا ساعتين ولا 4 ساعات ترى ما راح تستفيد منها بشكل كبير جدا. ترى الاستفادة تكون في المعرفة المنظمة، ترى الاستفادة أن يكون عندك خلفية مسبقة بشكل عظيمة، فبالتالي أنت تستطيع إضفاء أي معلومة في سياقها. ففخ أنك تعرف وأنت لا تعرف هنا إشكال كبير. يمكن هذا تكرار لنقطة سابقة. وبالنهاية اللي عنده بودكاست جيد يشاركه معنا، وبحط التوصيات، بس فكونا من البودكاستات السياسية واللي فيها أفكار منحرفة لو سمحتوا.